تتمشي تاخذ الكريدي من البنكه، تيقول لك مدير البنك ما نقدرش نعطيك كريدي، انت طالع غوج عندي في السيستم، تتشدك الدوخه. تتمشي تخرج كارني شيك، تيقول لك موظف المعاملات البنكيه ما نقدرش نعطيك كارني شيك، انت طالع عندي غوج في السيستم، تدوخ عاوتاني. تتمشي تاخذ ثلاجه كريدي، تيقول لك موظف المعاملات البنكيه عاوتاني ما نقدرش نعطيك ثلاجه، انت طالع عندي غوج في السيستم، عاوتاني تدوخ. باش نفهموا كيفاش انت ممنوع من جميع المعاملات البنكيه وشكون اللي منعك وعلاش تمنعتي، اجي تفيق معنا. خصك تعرف فاش تاخذ شي كريدي من البنكه، تتمشي جميع المعلومات ديالك من البنكه اللي عطاتك الكريدي لواحد المصلحه كاينه في بنك المغرب سميتها مصلحه مركزه المخاطر الائتمان. هاد المصلحه الدور ديالها تجمع المعلومات على الزبناء اللي خداو كريدي، واش كملوه ولا مازال، واش يتعطلوا فيه فاش يبغيو يخلصوه وكيفاش يخلصوه والصعوبات اللي لقاو باش يخلصوه، وتيدار هادشي كامل في واحد السيستيم. واي بنكه يمكن ليها فقط من البطاقه الوطنيه ديالك تعرف كلشي عليك. اذا فاش تبغي تمشي تاخذ شي كريدي، اول حاجه تيديرها مدير الوكاله البنكيه اللي تمشي عنده، تيطلب منك البطاقه الوطنيه، تياخذها تيدخل هذا رقم البطاقه الوطنيه في واحد النظام اللي سميتو مكتب المعلومات الائتمانيه، وتيشوف الوضع ديالك. اذا لقى عليك كروه حمراء بمعنى عندك مشكل مع شي كريدي، اما ما خلصتيش او كنتي تتماطل في الخلاص ديالو، مره تخلص مره ما تخلصش، اما عندك كريدي في شي بنكه واحده اخرى ومازال ما ساليتيه، اما شي شيك دفعتيه بدون رصيد. فاش يلقى عندك هاد المشاكل ما تيبغيش يعطيك كريدي، حتى كارني الشيك ما يمكنلكش تخرجه، وتتبقى تدبز معاه في حاله هو ما بغاش يعطيك كريدي. والحقيقه انا بنك المغرب هو اللي مبلوكي لك كلشي لانك انت كحله معاه. دابا كيفاش دير باش تحل لك البلوكاج ديال بنك المغرب، خصوصا اذا كانت الامور ديالك مزيانه مع البنكه ما تتسالك حتى شي حاجه؟ اولا فاش تسالي شي كريدي ديال شي بنكه ضروري خصك تاخذ ما عندهم مال لوفي، شهاده رفع اليد اللي تثبت بانك سالتي الكريدي اللي عليك. واش صافي ساليتي؟ لا، باش يطمئن قلبك تتعمر واحد الوثيقه سميتها استماره طلب معلومات خاصه، غادي تلقاوها تحت. تتعمر الاسم الكامل ديالك، رقم البطاقه الوطنيه، رقم الهاتف، العنوان، تتكوشي على مخاطر الائتمان، تتنزل تحت وتتكوشي على طلب معلومات وتتسول لهم مثلا، تتقول لهم اريد التاكد هل تم تسويه وضعيتي الائتمانيه، فقد دفعت جميع الاقساط القرض التي علي. تتوقع على هذيك الوثيقه، تمشي تقاليزي نسخه من البطاقه الوطنيه ديالك، تقوليزي نسخه من مال لوفي وديرهم كاملين في واحد البرا وصيفطهم لهم عن طريق البريد المضمون العنوان التالي: بنك المغرب، مديرية الشبكة والمصالح مركزية المعلومات، مصلحة العلاقات مع المرتفقين، شارع النخيل، حي الرياض، الرباط. ثانيا اذا كنتي خديتي مال لوفي وما درتيش العمليه الاولى ودازت واحد المده وبغيتي تخرج شيك او تاخذ كريدي وقالوا لك راك باقي ما مخلصش اقساط عليك او عندك شي مشكل اخر، تدير نفس هذاك الشيء اللي عملتي في الاول، غير انت غادي تكوشي اليوم طلب تصحيح الوضعيه وتوقع على الوثيقه وتقاليزي مال لوفي ديالك ونسخه من بطاقه الوطن واي وثيقه تثبت بانك خلصتي كل شيء اللي عليك، وتصيفطوا لهم عن طريق البريد المضمون على العنوان اللي ذكرنا الفوق. اشاره يمكن لك تتصل على الرقم الهاتفي باش تسولهم على الوضع ديالك، او صيفط لهم رساله عن طريق البريد الالكتروني على هذا الايميل، ولكن تيبقى البريد المضمون افضل وسيله قانونيه ومهمه للتبليغ. في النهايه بقدر ما بعدتي على القروض البنكيه كون متاكد غادي تعيش مرتاح. يوافق معنا.